السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي قوي للكفتة المشوية، ولا فرن ولا اي حاجة. هنشوف طريقة سهلة مميزة جدا. يلا بينا على المكونات والمقادير. اول حاجة هننزل بيها نص كيلو من اللحمة المفرومة. بعد ما خلصنا اللحمة المفرومة هننزل عليها معلقتين كبار من الدوش. الدوش ده متوفر عند اي جزار، تقولي له عايزة دوش هيديك على طول. انزل ببصلاية كبيرة مبشورة كويس وعصرها كويس قوي، يعني ده كده تفل البصل. وطبعا الميه بتاعت البصل على جنب، هنشوف هنعمل بيها ونستخدمها ازاي. وعندي هنا فصين توم وقطعهم شرايح رفيع قوي، بيدوا تست هايل للكفته. ممكن حد يقول لي التوم مش بيبقى حلو مع الكفته، جربوه وهتشوفوا الفرق. وهنا بقى رشه جميله قوي من الكزبره والبقدونس. هنا بقى عندي معلقه من الدقيق. التكايه دي مهمه قوي، مش هتخلي اي ميه ومش هتخلي خالص الكفته تفك منك. وما تخافيش، ما بتفرقش في الطعم خالص ولا بتغير من طعمها اطلاقا، مش بيبان اصلا. ومعلقه صغيره من النشا. قد ايه بتفرق برضو في هشاشة الكفتة كده، بتخليها هشة كده وجميلة. ونص معلقة من البيكنج باودر، بيخليها تفرق جدا، ما بيخليهاش مكتومة خالص مفرغة من جوه. وهنشوف بنفسك وهنشوف مع بعض. ورشة بسيطة من جوز الطيب. واظبط بقى الملح بتاعي، ورشة من بهارات اللحمة، وفلفل اسود. افرم بقى كل ده مع بعضه بايدي كده واعجنه مع بعض. انا هنا هي اللي ارتاحت خالص الكفته بتاعتي وعاملاها بايدي، يعني مش عاملاها حتى في الكبه وخلطتها تاني. حبيت اوريك التماسك عامل ازاي. بصي بصي اهي. هو ده بقى نجاح الكفته اللي بتكلم عنه، متماسكه جدا جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هنزل على ميه البصل بمعلقه من الصلصه، رشه من البابريكا، رشه بسيطه كده. وطبعا اظبط الملح بتاعنا، وفلفل اسمر. وهقلب بقى الصوص ده كويس قوي قوي. بكون بقى مجهزه عندي سيخ، او ممكن معلقه خشب، بس اي حاجه تكون رفيعه بالشكل ده. انا جايبه السيخ بتاعي عادي، وابدا بقى اخد من عجينه الكفته اللي انا عاملاها دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن ما شاء الله باينه، والله لا حطيتها في تلاجة ولا ارتاحت ولا حطيتها في الكبه ولا اي حاجه، اظن واضح من الشكل. واخد من الصوص اللي انا عملته واعمل كده. انا عايزه الصوص ده يكون مشبع الكفته بتاعتي بالشكل ده. هروح بقى اصبع بقيه الكميه وارجع لكم تاني. وده بقى الشكل بعد ما صبعتها. بص شكلها جامد ازاي يا جماعه، تتاكل اصلا من غير ما لسه ما نشويها ولا نحمرها ولا نعمل فيها اي حاجه. يلا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده. كمان لو عايزه ان انتي تفرزيها ممكن تشيليها بنفس الشكل ده، بس طبعا تكوني لازم تحطي كيس ساندوتشات بين كل صباع وصباع عشان خاطر ما يزعقوش في بعض. تبقى جاهزة معاكي في أي لحظة تطلعيها من الفريزر، وعلى طول على الطاسة، تكون جرانيت أو تيفال، المهم تكون حاجة مش بتلزق، أو تكون الجريل بتاعتك وتشتغلي على طول وهي متجمدة. الكلام ده لو انت هتفرزيها، لكن احنا دلوقتي هنشتغل ان شاء الله. دلوقتي بقى احط الجريل بتاعتي وانزل بمعلقة زيت كبيرة واوزعها كده في الجريل. بعد ما دهنت الجريل بتاعتي ودهنتها مسح خفيف كده من الزيت، هنزل بقى، بس لازم يكون الجريل بتاعتي سخنه جدا، وانزل بالكفته بتاعتي. كمان الصوت ده هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. الكفته بتاعتي متماسكه ومفيش اي مشاكل. هكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. في باقي صوص معايا، حابه ان انا اوزع كده على الوش. وما قلبتش الكفته بتاعتي غير وانا حاسه انها خلاص اتشمعت وبقت تمام. يا سلام يا سلام على التضييعه اللي باينه، فظيعه. هسيبها دقيقه بالظبط وابدا اقطعها الجناب واحط باقي الكفته بتاعتي. وكده بنزل باقي الكميه، ما بتاخدش وقت خالص على فكره.
دلوقتي حالا هبدا بقى في المرحله دي اغطي النار شويه. وده بقى الشكل النهائي للكفته بتاعتنا. ايه رايكم؟ بجد حلوه جدا جدا جدا، شكلها كانك مشوياها بالظبط، وسريعه وسهله وتقدري تعمليها في اي لحظه جالك ضيوف فجاه حتى. ما تصعبيش الامور على نفسك. تعالوا بقى نشوف شكل الكفته من جوه. بصوا، بصوا جوسي ازاي، فظيعه. لو اول مره تشوفيني، يا رب تدعميني بسبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. باي باي.